قصتنا النهارده بتبدأ بعد موت يأجوج ومأجوج، وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان نهاية يأجوج ومأجوج حصلت بعد ما سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه دعوا ربنا ان هم يخلصوا من الفساد ده، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه، وارسل على يأجوج ومأجوج النغف، دودة صغيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى ارسلها عليهم كانت هي السبب في هلاكهم ونهايتهم. ولما يأجوج ومأجوج كلهم ماتوا في نفس اللحظة وفي نفس الثانية، نزل سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه من جبل الطور، ودعوا ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلصهم من الجثث، ان هو يخلصهم من النتانه والعفن اللي موجوده بسبب جثثهم على الارض. ربنا سبحانه وتعالى ارسل نوع من انواع الطيور ما شفناش زيه قبل كده، نوع من انواع الطيور غريب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه ان هو كاعناق البخت، يعني شبه اعناق الجمال. الطيور دول خدوا جثث ياجوج وماجوج ورموهم في مكان الله اعلم فيه، وفضلت الارض فيها النتن والعفانه اللي موجوده بسبب بقايا الجثث دي. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى انزل مطر، المطر ده نزل وغسل الارض بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفها وبيقول إن هي كانت شبه المراية، الأرض من نظافتها وجمالها بقت شبه المراية. وبعد نزول المطر وتنظيف الأرض من كل بقايا يأجوج ومأجوج، الأرض بتمر بأفضل وأحسن وأجمل فتراتها. سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه بيعيشوا فترة من أجمل فترات حياتهم، أحسن فترة في تاريخ البشرية، ومدة الفترة دي في أصح الأقوال 40 سنة، 40 سنة من خلافة وحكم سيدنا عيسى عليه السلام، ومن أفضل وأجمل فترات حياة البشرية. فترة جميلة جدا، فترة بدون حروب، بدون مشاكل، بدون آلام، بدون أحزان، بدون ضغائن، بدون أي حاجة تعكر صفو وجمال الفترة دي. فترة جميلة جدا بتكون مليانة بركة وخير وأمان، بيزيد فيها المال لحد ما بيبقاش فيه فقراء، ما بيبقاش فيه حد محتاج ياخد المال ده أصلا، لدرجة إن العلماء بيوصفوا الفترة دي وبيقولوا إن هي فترة في النص، فترة في النص أو فترة وسطية بين الدنيا اللي إحنا عارفينها وبين الجنة ونعيمها بإذن الله. الفترة دي من جمالها وحلاوتها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بجملة جميلة جدا قررها مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. فايه اللي هيحصل في فتره خلافه سيدنا عيسى عليه السلام بعد موت ياجوج وماجوج؟ وليه الفتره دي تحديدا تعتبر اغرب واعجب فتره هتمر على تاريخ البشريه؟ وايه اللي هيحصل بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام؟ كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليها باذن الله في فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، فيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة، فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. فيديو النهاردة هو جزء جديد من سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن أحداث النهاية، الأحداث اللي هتحصل في آخر الزمان. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت في سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة عن بعض العلامات أو الأحداث اللي هتحصل في آخر الزمان. اتكلمنا عن الملحمة الكبرى أو هرمجدون، المعركة الفاصلة اللي هتحصل بين المسلمين والروم، واللي بإذن الله في نهايتها هينتصر المسلمين على الروم. اتكلمنا كمان عن المهدي خليفة المسلمين في آخر الزمان، اتكلمنا عن فترة حكمه وخلافته وإيه الأحداث اللي هتحصل في عهده. اتكلمنا كمان عن المسيح الدجال واللي يعتبر أعظم فتنة على وجه الأرض، اتكلمنا عن فترة خروجه وإيه الأحداث اللي هتحصل في عهده، وكمان اتكلمنا عن نهايته، اتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله للمسيح الدجال. كمان اتكلمنا عن يأجوج ومأجوج، عرفنا هيخرجوا امتى وهيعملوا ايه بعد خروجهم، وايه الاحداث اللي هتحصل في الفتره دي، وكمان ايه هي هتكون نهايتهم. وقلنا ان كل الاحداث دي هتحصل في خلافه سيدنا عيسى عليه السلام. لو ده اول فيديو تشوفه ليا، انزل بسرعه اعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعه عشان نبدا قصه النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم ان نزول سيدنا عيسى قريب جدا. نزول سيدنا عيسى هو علامة من علامات الساعة واللي هيحصل في آخر الزمان. وسيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هيحكم بالشريعة المحمدية، هيكون على دين الإسلام ومش هيجيب دين تاني جديد أو أحكام تانية جديدة أو شريعة تانية جديدة تنسخ أو تبطل أو تغير الشريعة الإسلامية. لا، الكلام ده مش هيحصل. سيدنا عيسى عليه السلام مش هيكون نبي برسالة جديدة، مش هيكون نبي بشريعة جديدة ناسخة للشريعة الإسلامية، لكنه هيحكم بالشريعة الإسلامية اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سيدنا عيسى عليه السلام لما هينزل هيكسر الصليب، الصليب اللي النصارى بيعظموه وبيقولوا ان هو اتصلب عليه سيدنا عيسى عليه السلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى كذبهم وكذب ادعائهم ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكسر سيدنا عيسى عليه السلام الصليب بعد نزوله ده دليل قاطع على بطلان دين النصارى. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا عيسى عليه السلام بعد نزوله هيقتل الخنزير، وده أكبر دليل على تحريمه، أكبر دليل على تحريم أكل لحم الخنزير، لأن النصارى بيدعوا إن الشريعة النصرانية أو الشريعة المسيحية ما بتحرمش أكل لحم الخنزير، لكن سيدنا عيسى عليه السلام لما هينزل هيقتل الخنزير عشان يأكد على بطلان الادعاء ده، يأكد على تحريم لحم أكل الخنزير. كمان سيدنا عيسى عليه السلام لما هينزل هيضع الجزية، وهيضع الجزية معناها إن هو هيوقفها، يعني مش هياخد جزية من حد، مش هيخلي أي حد يدفع جزية. وزي ما هو معروف إن الجزية دي بتتاخد من أهل الكتاب، نظير إن هم يعيشوا آمنين وسالمين في خلافة وحكم المسلمين. لكن في الوقت ده وبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام مش هيكون موجود أهل الكتاب أصلا، لأن سيدنا عيسى عليه السلام هيدعو كل الناس اللي موجودين على الأرض في الوقت ده إن هم يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو دين ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. فدي شرائع أو مناهج مش أديان، لأن الدين هو دين الإسلام. وكل الأنبياء اللي جم من أول بداية الخلق لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدعوا الناس للإسلام، لكن كل نبي أو رسول قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه شريعة أو منهاج، كان ليه حاجات بيحللها لقومه أو بيحرمها على قومه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشريعة الإسلامية تكون نسخة لكل الشرائع والمناهج اللي جت قبل كده. فالإسلام هو الدين الأوحد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام. فبعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام ودعوة كل أهل الأرض إن هم يخشوا الإسلام مش هيبقى فيه أهل كتاب أصلا، وبالتالي مش هيبقى مطلوب من حد إن هو يدفع الجزية، لأن كل الناس في الوقت ده هيكونوا مسلمين وموحدين بربنا سبحانه وتعالى، وكلهم هيعيشوا تحت خلافة وحكم سيدنا عيسى عليه السلام اللي هيحكم بالشريعة الإسلامية بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. كمان في حكم سيدنا عيسى عليه السلام هيفيض المال، الفلوس هتكتر ومش هيبقى حد محتاجها اصلا، مش هيبقى موجود فقراء ومش هيبقى في حد بيطلب المال، كل الناس في الوقت ده هيكتفوا باللي معاهم، كل واحد هيستغني وهيرضى باللي موجود معاه، لان الارض هتبقى مليانه بركه وخير، العدل هينتشر بين الناس ومش هيبقى في اي ظلم. الناس في الوقت ده مش هيبقى فارق معاهم الفلوس والكنوز، هيبقوا متجهين لربنا سبحانه وتعالى، لان هم هيبقوا عارفين ان كل العلامات والاحداث اللي هم عايشينها دي بتاكد قرب قيام الساعه، فكلهم هيبقوا متجهين لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في خلافة سيدنا عيسى عليه السلام البركة هترجع تاني تعم الأرض من جديد. البركة دي أصلا ربنا سبحانه وتعالى حطها في الأرض من أول ما خلق الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ربنا سبحانه وتعالى من أول ما خلق الأرض حط فيها البركة دي، لكن للأسف بسبب الفساد البركة دي كل مادة عمالة تقل لحد ما وصلنا للحال اللي احنا فيه دلوقتي ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالناس هم السبب في زيادة الفساد ده، وزيادة الفساد بيجي قصاده نقصان للبركة، فربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان هيرجع البركة دي تاني من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الفترة دي لما يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، طلعي الثمار اللي فيكي وردي البركة اللي كانت موجودة فيكي. البركة في الوقت ده هتعم وتشمل كل حاجة موجودة على الأرض، هتعم وتشمل البشر والنباتات والحيوانات، كل حاجة موجودة على الأرض هتعمها البركة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. الصفا ده المقصود بيه الصخر الأملس، صخر أملس يعني مش تربة أصلا صالحة للزراعة، فلو رميت البذور بتاعتك على الصخور دي هتنبت وهتطلع ثمار. فتخيل معايا البركة عاملة ازاي وواصلة لإيه. لو رميت البذور بتاعتك في أي حتة هتطلع زروع ونباتات من كتر البركة والخير اللي مطروح في الأرض في الوقت ده. فالبركة اللي هتعم الثمار والنباتات في الوقت ده هتكون بركة كمية وكيفية. الزروع والثمار اللي هتبقى موجودة في الوقت ده هي ليها نفس المسميات اللي احنا نعرفها دلوقتي زي العنب والرمان، لكن الحلاوة والطعم وكمان الحجم هيكون مختلف تماما عن اللي احنا نعرفه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف الرمانة وبيقول ان الرمانة الواحدة هياكل منها العصابة من الناس، العصابة يعني الجماعة من الناس ما بين ال10 وال40، يعني 20 30 40 نفر هياكلوا من رمانة واحدة. فالرمانة دي هيكون حجمها قد ايه؟ والكلام ده مش معناه ان هي بركة يعني رمانة عادية وهياكلوا منها وهتفيض معاهم عشان ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيها، لا هي اصلا حجمها كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل كلامه وبيقول ان هم بعد ما يخلصوا الاكل من الرمانه دي هيستظلوا بالقحفه بتاعتها، يعني هيستظلوا بالغطا بتاعها، الغشاء بتاعها او الغطا بتاعها ده هيستظلوا بيه، هيحطوا الغطا بتاع الرمانه ده ويقعدوا تحته يستظلوا بيه من الشمس. فتخيل ان الغلاف بتاع الرمانه ده هيحطوه ويقعدوا تحته، فحجم الرمانه هيكون قد ايه لما الغطا بتاعها بس القشره بتاعتها بس يقعد تحتها 30 40 نفر. كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيجتمع النفر على قطفه عنب فتشبعهم، يعني مجرد عنقود عنب الناس كلهم هيتجمعوا عليه، 30 40 واحد هيتجمعوا عليه هيكفيهم وهيشبعهم. في كمان بركة الحيوانات.
الحيوانات هتبقى مختلفة عن اللي إحنا نعرفها دلوقتي، طبيعة الحيوانات هتبقى مختلفة، مش هيبقى في افتراس، مش هيبقى في حيوانات بتاكل بعضها، فحتى الحيوانات هيعيشوا مع بعض في سلام. كمان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات وهو قاعد مع الصحابة اتكلم عن وصف الفترة دي وقال إن الثور هيكون أغلى من الفرس، وفي الفترة دي كان سعر الفرس أغلى من سعر الثور. فالصحابة استغربوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه الثور هيكون أغلى من الفرس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الفرس هيكون رخيص لأن مش هيبقى في حد يركبه، الحروب أصلا هتنتهي، فتضع الحرب أوزارها، مش هيبقى في أصلا حروب، فبالتالي مش هيبقى في حاجة للفرس. وإن الثور سعره هيغلى لأن كل الناس هيزرعوا الأراضي في الوقت ده، كل الناس هيبقوا محتاجين التيران عشان يحرسوا بيها الأراضي، فبالتالي سعر الثور في الوقت ده هيغلى جدا، كل الناس هيبقوا محتاجين الثور عشان يحرسوا بيه الأراضي بتاعتهم. وفي المقابل أسعار الفرس والخيل هتقل جدا، مش هيبقى في أي احتياج ليها أصلا لأن الحروب هتنتهي ومش هيبقى في أي حروب في الوقت ده، فبالتالي مش هيبقوا محتاجين الخيل أصلا، لكن هيكونوا محتاجين التيران أكتر بكتير عشان يحرسوا ويزرعوا بيها الأراضي بتاعتهم. كمان في الوقت ده كمية اللبن اللي بتخرج من الحيوانات هتزيد وهتكفي ناس كتيرة جدا، كمية اللبن اللي بتخرج من الإبل أو من البقر أو من الغنم هتكفي ناس كتيرة جدا وجماعة كبيرة أوي من الناس، لدرجة إن اللبن في الوقت ده اللي طالع من ناقة واحدة بس هيكفي الشعب من الناس، هيكفي مجموعة من القبائل. وإن اللبن اللي طالع من بقرة واحدة بس هيكفي القبيلة من الناس، هيكفي قبيلة كاملة. وإن اللبن اللي طالع من شاه واحدة بس، يعني من معزة واحدة بس، هيكفي العيلة من الناس، يعني لبن الشاه هيكفي عيلة، ولبن البقر هيكفي قبيلة، ولبن الإبل هيكفي الشعب، هيكفي قبائل، مجموعة من القبائل. كمان البركة هتعم المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفيض المال حتى لا يقبله أحد، مش هيبقى في حد محتاج، مش هيبقى في حد عايز ياخد فلوس أصلا. وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يسعى على شاة ولا بعير، محدش هيروح يسعى على شاة ولا بعير، يعني مش هيبقى في حد محتاج ان هو يشتغل اصلا، يشتغل راعي للغنم او للبعير، ولا حتى الفقراء والمحتاجين هيسعوا لاصحاب الاموال ان هم ياخدوا منهم الزكاه او الصدقات. اصحاب الاموال اللي عندهم الزروع والثمار او اللي عندهم الغنم والابل مش هيجي لهم حد من الفقراء يقول لهم ادوني، مش هيبقى في حد محتاج اصلا ياخد فلوس في الوقت ده. يبقى احنا كده عندنا بركه في الارض والزروع والثمار اللي بتخرج منها، كمان عندنا بركه في الحيوانات والخير اللي بيجي من وراها، والبركه في المال لدرجه ان محدش هيبقى محتاجه. كمان البركه هتعم وهتنتشر بين الناس في الوقت ده، هترفع الشحناء، يعني مش هيبقى في اصلا اي مشاحنات، مش هيبقى في اي خناقات او اي مشاكل بين الناس، فمش هيبقى في اي اتنين متخاصمين او زعلانين من بعض، مش هيبقى في اي شحناء او بغضاء او عداوه بين اي حد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وتملأ الارض من السلم كما يملأ الاناء من الماء، يعني السلم هيعم في الارض والدنيا هتبقى سهله جدا وكل الناس بتتصالح اكنك بتصب ميه في اناء، اكنك بتصب ميه في كوبايه، يعني مش هيبقى في قعدات صلح وناس بتقعد تصالح بعضها وناس زعلانه وناس بتجيب حكام، الموضوع هيبقى سهل جدا، مجرد ما تروح لواحد تقول له سامحني هيسامحك على طول. فالسلم والامان هيعموا وهينتشروا بين الناس. ومش كده وبس، السلم والامان مش بس هيكون بين الناس، السلم والامان هيكون في الارض كلها، حتى الحيوانات المفترسه زي الذئاب، الاسود، التعابين، كل دول مش هيبقوا مفترسين اصلا، فالحيوانات ولا هتفترس وتضر بعضها ولا حتى هيفترسوا ويضروا البشر، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفها وبيقول ان الذئاب والخرفان هيبقوا ماشيين مع بعض، والذئب في الوقت ده هو اللي هيرعى الغنم اكنه هو الكلب بتاعهم، وان الجمال هيمشوا جنب الاسود بدون اي خوف، بدون ما الاسد يفترس الجمل. ومش كده وبس، ده حتى السموم زي السموم اللي موجوده في التعابين هتتشال، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الطفل الصغير هيحط ايده جوه بق التعبان ومش هيجرى له اي حاجه. وكمان الاطفال هيلعبوا مع التعابين والحيات من غير اي خوف، كمان الاطفال دول هيهشوا الاسود اكنهم بيهشوا قطه او كلب، فهي حاله عجيبه جدا من السلام والامان وعدم الخوف اللي هيكون موجود في الارض في الوقت ده. ده شكل الارض العجيب اللي هيكون في خلافه سيدنا عيسى عليه السلام. 40 سنه من الحياه الجميله دي، 40 سنه من الخير والبركه والامن والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للعيش بعد المسيح، طوبى للعيش بعد المسيح. لكن للأسف بعد نهاية ال40 سنة سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى هيتوفاه، والمسلمين هيكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، وبكده تكون انتهت أعجب وأجمل فترة في تاريخ البشرية. بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام بتبدأ البركة تقل تاني من جديد، ومعاها بيقل الإيمان في نفوس الناس، بيبدأ عدد المؤمنين يقل وعدد الكفار والمشركين يزيد، وهتحصل أحداث وعلامات جديدة من علامات الساعة، ودي إن شاء الله هتكون موضوعنا في الفيديوهات اللي جاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. فيديو النهارده كان عن فترة خلافة سيدنا عيسى عليه السلام والعجائب والغرائب اللي هتمر بيها الأرض في الفترة دي. إن شاء الله في فيديوهاتنا اللي جاية هنكمل كلامنا في سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة، وهنعرف إيه الأحداث والعلامات اللي هتحصل بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت لأن ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لأكبر عدد من الناس. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.